لو عايزين تخزنوا المانجا بطريقة مضمونة ما تغمقش منك لما تطلع طعمها ما يغيرش، تعالي هقولك هنعملها ازاي تقعد معاكي للسنة وهتطلع بأحسن نتيجة. بجيب كمية المانجا اللي أنا عايزاها للخزين، وأنا بفضل النعوم الزبدية للخزين. قولولي بتفضلوا ايه. بغسلها كويس وباجي للمانجاية بمسك واحدة واحدة كده وهجيب قطاعة وبالسكينة بتاعتي هشيل آخر جزئية فيها، الحتة اللي فيها العنقود دي، وببتدي أقطع المانجا بتاعتي كأني هقطع للأكل. تمام. وهقول لكم ازاي ما نهدرش فيها لحم. هوريكم طريقة نطلع بيها اكبر قدر من اللحم منها عشان نستفيد بيه وما نحسش ان احنا هدرنا فيها لحم. بعد ما قطعتها بالشكل ده ببتدي اقطع قطع رفيعة. تمام. وهبتدي بالسكينة امسك الطرف بتاع قطعة المانجاية اللي انا مسكتها وهبتدي اكحت فيها، هطلع كل اللحم اللي في الجلدة بتاعتها. تمام. دي احلى طريقة واحسن طريقة بعد تجارب كتير انا عملتها. بصوا طلعتها ازاي. وهعمل المانجا كلها بالشكل ده، هقطعهم سلايز رفيع كده وهعملها كلها بالشكل ده. وبصوا بقى حتى البذرة مش هنسيبها، عايزة اوريكم البذرة هنعملها ازاي. هنفضل نكحت فيها بالشكل ده لحد ما اطلع اي لحمة فيها. بعتذر طبعا الفلاش فصل. تمام. المهم هنا ان انا هفضل اكحت فيها بالشكل ده لحد مش هنخلي فيها لحم خالص، ودي هتكون احسن طريقة. لو جربتي كل الطرق هترجعي للطريقة دي، فبدل ما تغلبوا نفسكم وتقعدوا تجربوا في طرق كتير اعتمدوا الطريقة دي ان شاء الله مفيش احسن منها، تخليكي ما تهدريش لحم ولا المانجا تطلع مسودة من الفريزر ولا اي حاجة. وما تضيفش عليها اي حاجة خالص، ما تضيفيش عليها ولا سكر ولا عصرة ليمون ولا الكلام ده كله. هبتدي في اكياس هقسمها بالحجم اللي انتوا عايزينه، وهبتدي اطلع منها الهواء اللي فيها، نفرغ اي هواء فيها ونبططها بالشكل ده عشان لما تيجي تطلع تفك من الفريزر ما تاخدش وقت انها تفك كتير. تمام. واول ما نخرجها من الفريزر لو احنا عايزين نعملها عصير، عايزين ما نخليهاش تفك خالص، يعني نحاول نخرجها ويكون فيها جزء من التلج او ما تكونش فكت خالص ونضربها على طول، علشان برضو لو قعدت وقت كبير بره من غير ما تتضرب بتسود. وتركه كده وانتوا بتضربوا عصير المانجا، حطوا عليه رشة فانيليا وشوية لبن وخدوا احلى عصير مانجا. مش حابين طبعا وعايزين تستمتعوا بطعمها المعتاد زي ما انتوا حابين هنزود ميه وسكر فقط، لكن لو حابين تحطوا الاضافه الجميله دي او جربوها في كيس ممكن ان شاء الله تعجبكم. بحط كيس واحد فانيليا على الدورق او على شفشق الخلاط وكميه الحليب اللي انتوا عايزينها. يلا جربوها قولي رايكم.